يا جماعه ما حدش عصب سواقين التوك توك يا جماعه، اللي قدامك ده سواق توك توك في بلبيس. اللي حصل ان الزبون تقريبا فاصل معاه في الاجره، الراجل سواق التوك توك قال له على اجره معينه، فالزبون قال له لا، يعني الاجره دي ما تلزمنيش. طبعا سواق التوك توك اخذ الطريق من اوله لاخره يقول له ايه، انتوا ايه اللي ركبكوا تكاتك؟ انتوا اللي زيكم اصلا ما ينفعش يركب توك توك. فانا كنت فاكر في الاول يعني اللي هو ايه، الراجل اللي ورا ده مثلا عشان يعني غني او مقتدر او ايا كان فما ينفعش يركب توك توك. فاتضح ان سواق التوك توك بيعايره اصلا، اللي هو انتوا اللي زيكم ازاي يركب توك توك اساسا. بيقول له روح اركب عربيه. يعني انت راجل اصلا ايه اللي يركبك تكاتك ولا تفهم فيها انت ولا توصل لمستواه، روح اركب عربيه. فطبعا الراجل اللي ورا زعل من الكلمه وقال له ماشي يا عم حاضر واللي انت شايفه وبتاع، وبداوا ان هم يزعقوا مع بعض. فالراجل التاني طلع التليفون اللي هو الزبون وبدا يصور. فسواق التوك توك انت ازاي تصورني؟ يعني انت ازاي تعمل كده؟ فضل بقى يبرطم معاه يقول له برضه يا عم صور اللي انت عايزه، صور بالطريقه اللي انت عايزها وابعت لاي حد عايز تبعت له، انا مش فارق معايا. كده كده الحكومه عارفه ان انا 5%. فانا الحقيقه في الاول كنت عايز افهم يعني ليه ممكن حد يقول على نفسه كده. فانا كنت فاكر ان هو بيعمل كده علشان يعني لما يصور الراجل اللي ورا يتضايق مثلا فيقول لك لا ده 5% بجد، فخلاص يقفل التليفون. فاتضح ان هو 5% بجد. هو حب يثبت له ده عملي. عمل ايه انت تخيل؟ وهو ماشي قال له خلي بالك انا مش فارقه معايا، انا ممكن اقلب التوك توك. الحقيقه ان هو ما كانش بيقول كده وخلاص، ده قلب التوك توك بجد. انتوا متخيلين ان ممكن واحد يقلب مصدر رزقه لمجرد ان هو اتعصب؟ هي خلاص بقى انت هتصورني فاهو. يا جماعه محدش عصب سواقين التوك توك. انا معاك والله ان في كتير منهم يعني ممكن يستفزوك، ولكن يعني الراجل شكله فعلا محترم وعلى باب الله. ليه؟ لانه لما قلب التوك توك الراجل اللي ورا ده فضل يبرطم معاه وسواق التوك توك ساكت ما بيتكلمش، يقول له يا عم ماشي حاضر اللي انت شايفه يا عم، ماشي يلا اطلع بره التوك توك بتاعي. بس ده اللي قاله الراجل. لا قال له لفظ ولا قال له حاجه، كل اللي قاله له اطلع بره التوك توك بتاعي. فممكن يكون فعلا الاجره اللي هو طلبها يعني وارد يكون كان مبالغ فيها، وارد يكون الرقم اللي هو طلبه برده مش كبير. فيا جماعه ما تعصبوش سواقين التوك توك. والله العظيم الواحد بيشوف العجب. ده انا مره كنت راكب مع واحد، كنا رايحين نجيب حاجه رمضان وحاجات كده. فانت طبعا المسافه اللي بين السوبر ماركت والبيت ما كانتش كبيره، فانت بتاخد اي حاجه تحمل معاك الزيت والرز والحاجات دي كلها ايه على البيت. فاحنا خدنا الحاجه حطيناها جوه التوك توك، فجينا نمشي بيه. تمام، كنت مع صحابي. فانا عمال اقول له يعني يا اسطى ما تطلعش الطريق ده، الطريق ده عالي جدا جبلايه انت مش هتقدر تطلعه، التوك توك بتاعك العزم بتاعه ما يقدرش يطلع الجبلايه دي. قال لي لا يا باشا ده انا طلعت حاجات اوعر من كده بكتير، انت بتقول ايه؟ اقول له يا اسطى والله العظيم ما هيطلع معاك. يقول لي يا باشا هتعرف اكتر مني في حاجتي؟ قلت خلاص ولا انا بتكلم مع كابتن طيار دلوقتي مش مع سواق توك توك. والله العظيم وصلنا نص الجبلايه لقيته بيفرمل برجله. ما هو خلاص اللي فرامل بتاعت التوك توك مش شايله التوك توك، ما احنا جواه اشخاص ورز وسكر، مش شايله. لحد ما اتقلبنا بقى خدنا الجبلايه دي كلها ايه قلبات على الجنب. فانتوا ما تعصبهمش، يعني ايه قول له ماشي حاضر ونعم، وساعتها سواق التوك توك هيوصلك ومش هيتكلم كمان. اللي مضايقني ومضحكني ان الراجل ده دلوقتي لما ينور على صفحه الداخليه يعني، يعني ليه كنت خلاص يا جماعه عدوا الموضوع، يعني اتقلب بيك يا عم اعتبرها ملاهي خلاص كبر دماغك. وانت يا اسطى برضه ما تحطش برضه عقلك بعقل اي حد يضايقك يا اسطى. تقلب بيه التوك توك